لأ، مش هاعمل اللي أنتم عايزينه، أنا هاعمل اللي أنا شايفه صح، أنا كبير وما بقيتش صغير وعارف إيه الصح. كان في ولد اسمه مراد، عنده 7 سنين، ذكي وشاطر وبيحب قوي يقول أنا هاعمل اللي أنا عايزه. مراد ما كانش شايف نفسه عنيد، هو كان شايف نفسه قوي وكبير وعارف المفروض يعمل ايه من غير ما حد يقوله. وفي يوم شاف باباه مامته بتقصله شعره واتحمس وقاله بسرعة. أنا كمان عايزة أقص شعري، عايزة أخليه قصير خالص. ماما قالت له مش دلوقتي يا مراد، استنى صورة المدرسة وبعدين نعمل اللي تحبه. مراد سكت، لكن سكوته ما كانش موافقة على كلام ماما، كان تفكير. دخل أوضته وقعد على سريره وبص للمقص اللي على المكتب، ودماغه قالت له أنت لو استنيت تبقى صغير، إنما لو عملتها دلوقتي تبقى كبير. ومسك مراد المقص وبدأ يقص خصلة من شعره وخصلة كمان لحد ما شعره باظ خالص. كان في الأول متحمس إنه عمل اللي هو عايزه، بس بعد شوية بدأ يستغرب من شكله. لما ماما شافته اتخضت، مش عشان شعره اللي قصه، لكن عشان عنده وجرأته لمجرد إنه يعمل اللي هو شايفه صح. ماما حاولت ما تتعصبش وقالت له بالراحة انت عملت كده ليه يا مراد؟ مراد رفع راسه وقال بثقة أنا قلتلك إن أنا عايزة أقص شعري زي بابا، إيه رأيك؟ مش حلو؟ ماما قالت مش موضوع حلو أو وحش، موضوع إنك ما سمعتش الكلام وما حاولتش تفكر قبل ما تتصرف. ماما ما عاقبتوش في اللحظة دي ولا ردت الرد المناسب في موقف زي ده، خدته بالراحة وقصت له باقي شعره عشان يبقى شكله متناسق، وقالت له جملة قصيرة بس علقت في دماغه. أنا فاهمة إنك بتحب تختار يا مراد، بس في اختيارات محتاجة نفكر فيها سوا، ولو قررت تعملها لوحدك نتائجها بتبقى مش كويسة. مراد سمعها بس ما فهمش وقال لنفسه ليه أستنى؟ ده شعري أنا وأنا بعرف أقص بالمقص كويس في الأنشطة اللي في المدرسة. بعدها بكام يوم مراد راح تمرين السباحة، كان متحمس وبيفكر قد إيه اليوم ده هيبقى حلو. وصل عند التمرين وفتح الشنطة بيدور على النضارة، لقى إنه اتلخبط وحط واحدة تانية غير بتاعة السباحة، فتعصب وقال يوه، أنا مش هلعب، مش هنزل حمام السباحة. ماما حاولت تقنعه ينزل التمرين، لكن مراد قعد على الأرض وفضل يعيط ويقول لأ، والناس كلها بصت عليه وطبعا اتضايقوا منه ومن صوته العالي. ماما فضلت تحاول تهديه، بس مراد مش شايف غير اللي هو عايزه، يا إما ينزل التمرين بالنضارة يا إما مش هيتحرك من مكانه. فماما زهقت وسابته. الدقايق فضلت تعدي وصحابه في التمرين مبسوطين وبيضحكوا وهو قاعد لوحده لحد ما التمرين وقته خلص، وجت ماما وقالت له يلا يا مراد نمشي. مراد وقف وبص لحمام السباحة وبص لأصحابه وحس إنه غلط، ومع إن مراد عمل اللي هو عايزه بس كان زعلان جدا عشان ما دخلش التمرين مع أصحابه، وقال لماما أنا ضيعت اليوم والتمرين خلص. ماما ردت عليه وهي زعلانة منه وقالت له انت ما ضيعتش اليوم، انت ضيعت فرصة عشان العناد. وبالليل مراد دخل سريره بس معرفش ينام بسرعة، وافتكر كلام بابا لما كان دايما يقوله العناد بيخليك تخسر حاجات حلوة كتير من غير ما تحس. وبدأ يقول لنفسه أنا خسرت شعري وخسرت التمرين النهاردة ومش حابب أخسر تاني، ماما عندها حق. وقام راح لماما في أوضتها وقال لها اللي بيفكر فيه، فماما حضنته وقالت له خلاص يا مراد انت مش هتخسر تاني طول ما بتسمع وتفكر وبعدين تختار. وفهم مراد إن العناد مش قوة، القوة إنك تسمع وتفكر وما تضيعش الحلو اللي قدامك. وخلص الكلام. استنوني وهستناكم في حكايات كتير قدام.